إسرائيل بتحفر قبرها وإيران بتعلن حربها. وهل فعلا إيران قلبها على إخواتنا الفلسطينيين، ولا ده مجرد باب هي داخلة عن طريقه عشان تحارب إسرائيل؟ وإيه اللي في دماغها بالظبط وعايزة تحاربها ليه؟ قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. وهل مصر خايفة من كل اللي بيدور حواليها، ولا بتدبر لحاجة تانية؟ دعمك الجميل وتعالالي. إسرائيل أعلنت إنها تدخل بري على المدنيين الفلسطينيين، وده طبعا من أجل مخططهم في تهجيرهم لسيناء. ومصر بتعمل كل اللي عليها من أجل إن القضية الفلسطينية ما تنتهيش، لأنها طبعا لو انتهت مش هيبقى في فلسطين تاني. هنا بقى إيران ما سكتتش، أعلنت إن إسرائيل لو دخلت بري هتعلن الحرب وبقوة على إسرائيل. وهنا بقى يجي السؤال، هي ليه إيران متنحررة أوي كده على القضية الفلسطينية؟ لو رجعنا بالزمن هنلاقي إن سبب سقوط العراق وسبب سقوط سوريا هي إيران، بسبب دعمها للشيعة ضد السنة. إذا هنا بقى تيجي الإجابة،